اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم يا حبايبي؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير اجمعين. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، ويا رب يجعل ايامكم كلها سعاده وفرح. النهارده عملنا الفيديو الجميل الشيك الجميل ده. افتكرت حاجه كده هقولها بقى في نص الفيديو في اخر الفيديو ان شاء الله. عملنا محشي الممبار، عملنا محشي كرنب، ورق عنب، بتنجان مخلل، فرخه كده محشيه بالرز كده والكبد والقوانص، محشي كوسه، فلفل، بتنجان. بصوا عملنا انواع المحاشي، بس بصراحه كان فيديو رائع، والاكل كان جميل قوي وطعم قوي وتحفه جدا جدا. شكل الاكل جميل. وعملنا لسان عصفور كمان نسيت اقول عليه، وسلطه. بصراحه طعم الاكل جميل، بالف هنا وشفا على قلوب صحابي يا رب، وعلى قلوبنا يا رب. ده شكل الاكل وجماله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف الفيديو ده. معانا بقى كده معلقه جنزبيل، ومعلقه فلفل، وشويه ملح كتار كده، وبهارات وبابريكا، وبودره ثوم، ومعانا حوالي كيلو بصل فرمته كده فرم ناعم. تمام. والبهارات اللي عندك بقى اللي قلبك بيحبها. واخدت معلقه ثوم كبيره او معلقتين هنحطهم على البصل كده. ومعانا خضره بقى الجميله اللي قدامكم دي، بقدونس وكزبره والشبت، دولت كانوا 7 حزم او 8. ما شاء الله. ومعانا صلصه بقى كانت متفرزه عندنا متسبكه وجميله. ونروحوا بقى على البوتاجاز والزيت. طبعا نروح على البوتاجاز، حطينا شويه زيت حلوين كده، لازم أنا اطلع ريحه البصل من وهو في الزيت واشوحه كده. حطينا الثوم مع البصل، وجينا بقى في الطاسه كده بدات ان انا اشوح البصل يا دوبك دقيقه او دقيقتين مش كتير، لان انتوا عارفين ان انا بحب الحاجه ديت تكون نايف نايمه. بس انا حبيت ان انا اطلع ريحه البصل عشان يبقى كده في المحشي جميل. وانتوا عارفين ان الصلصه متسبكه، فمش عايزه اسبكها تاني. نقلبهم بقى كده، نقلب البصل زي ما قدامكم بصراحه. كل ما تحطي طاقه الحب والفرح كده وانت بتعملي الاكل وتكوني مبسوطه جدا، بيطلع الاكل جميل جدا وطعمه روعه وتحفه بجد. وسبحان الله العين بتاكل قبل البق طبعا. واديكم شفتوا الاكل ومنظره. بدانا حطينا الصلصه وحطينا التوابل اللي عندنا الجميله القمر ديت. التوابل بقى اللي بتخلي ريحه المحشي جميله جدا. انا كترت ملح طبعا لان انا عامله كميه رز كبيره وعامله انواع محاشي كتيره، فطبعا انا عامله شويه رز حلوين كتار كده علشان ايه؟ نعمل المحاشي بتاعتنا. وبدات كده يا دوبك غلوه واتنين، يعني هنسيبها كده حوالي 5 دقايق تغلي كده مع بعضها. بقيت لو فيها صوص ميه او حاجه مع الصلصه تشربها. وبعدها كده هنطفي البوتاجاز. جينا بقى سيبناها كده على البوتاجاز شويه. وبقول لكم بقى محشي البتنجان الابيض. طبعا انتوا عارفين هو بيتقور ازاي. انا عاملاه في فيديو قبل كده معاكم البتنجان الابيض، بس انا عاملاه على قناه القديمه المطبخ المصري البسيط، خطوه بخطوه. طريقه ازاي نقوره. ومعانا الممبار طبعا مغسول ونضيف، ومعانا شويه طبق كده في بصل وفلفل الوان مقطعين كده عشان نحطه تحت ورق العنب، وكوسه وفلفل زي ما قدام كده، وورق عنب وورق كرنب. بصوا معانا كله. الحركه المهمه جدا بقى ان لازم تعملي البتنجان، لازم تشوحيه شويه، لازم تشوحيه دوبك دي نص دقيقه في الزيت، علشان وانت بتقطمي المحشي البتنجان ما يكونش معاكي جامد، يقطم معاكي على طول ويكون طعمه لذيذ كده وجميل. جربوا الطريقه دي. جبت الرز بقى زي ما قدامكم كده، وقعدت حطيت عليه الخضره والصلصه. وطبعا انت الصلصه عندك بكميه وفيره، حطي زي ما تحتاجوا رز، لازم أن تكون الرز احمر كده وجميل قدامك. وبدات ان انا اجيب بقى الكوسه او المحشي البتنجان، وبدات ان انا احشي المحشي كده زي ما قدامكم. هعمل من كل حاجه 2 أو 3 قدامكم. اهم حاجه لازم نسيب فراغ في المحاشي ديت حوالي عقله ونص من صباعنا، فراغ من غير ما يكون رز، عشان الرز ما يكونش جواه مكتوم. ناخد بالنا من الحاجات دي. وبدانا نجيب الكوسه حشيناها، والفلفل نحشيه كده برده ما يكونش مليان، يبقى في فراغ برده لان لسه الرز ده هيزيد بعد السوا. وبدات ان انا اجيب القارب وارص المحاشي القمر ديت في القارب. عملت الفلفل لوحده كده في قارب، والكوسه والبتنجان حطيته في قارب.
جبت بقى القارب التالت هنحشي فيه ورق الكرنب بتاعنا. بدات اجيب الدهن الاول كده اوزعه، معانا طبق دهن طبعا بتاع العيد، كل سنه وانتم طيبين. وبدات ان انا اوزع الدهن في القوارب كده، لان انا قلت لكم الدهن ده لازم يتحط في الايه، يتقطع كده ويتحط في الفريزر، بلاش نسيحه، ده صحي وانضف علشان خاطر صحتك وصحه اولادك وصحه اللي هياكل عندك. وبدات ان انا احشي ورق الكرنب كده، وخلصت الكرنب صوابع صغننه كده جميله زي كده يا حبيبتي. المهم جبت بقيه الرز بقى، حطيت طبق لحمه مفرومه عليه، علشان الرز بقى الرز ده هحشي بيه ورق العنب والممبار. حبيت ان ورق العنب يكون فيه لحمه مفرومه والممبار يكون فيه لحمه مفرومه بالرز، بيدي طعم ونكهه جميله كده، جربوها بنفس طريقتي. بسم الله ما شاء الله. بدات ان انا احشي الورق كده، الورق العنب لازم ناخد الناحيه الجنب الخشن هيبقى فوق، والجنب الناعم هيبقى تحت على ايدينا، علشان لما تيجي تقلبي المحشي بيكون يلمع كده وشكله جميل وطعم قوي كده زي ما بتجيبيه من بره. وبدانا نحشي ورق العنب، ناخد من الطرف ده والطرف ده ونجيب الطرف الثاني عليهم ونلفهم على طول، ده هيكون سهل بالنسبه لي. ورق العنب يا حبايبي ما تكتروش رز فيه كتير، ناخد بالنا من الحاجات عشان تطلع صوابع صغننه، ما تبقاش تخينه كده ومش تكونش مستحبه. ورق العنب كل ما يكون رفيع ويكون حلو كده، وبعد ما يستوي يكون نفس الصوبع، هيكون جميل وشكله شيك كده وانت بتحضريه قدام ضيوفك. نجيب بقى نجيب الممبار بتاعنا الجميل القمر ده، حشيناه بنفس الطريقه. عملت لك انا طريقتين في نفس الممبرايه. هنحشي كده على طول بالصبعين قصر بعضهم كده وندخل، يا اما هنحطه بالصبعين، هنحط الممبار بصبعين وبالايد الثانيه نبدا نعبي الممبار بتاعنا. الطريقه اللي انت هترتاحي ليها انت هتشتغلي بيها زي ما تحبوا، الطريقه السريعه. اهم حاجه في الممبار ما نملاش الممبار، هنحط فيه الرز عادي ونسحب الرز جواه كده، يبقى يا دوبك سحبه كده بسيطه، ما نملاهوش عشان طبعا ما يفرقعش معانا في الشوربه او في الميه اللي انت هتسوي فيها الممبار. ناخد بالنا من الحاجات دي. زي ما قدامكم كده حشينا الممبار وطبعا حطيناه في الطبق كده وخلصنا كميه. جبنا بقى نيجي بقى الورق العنب، احنا طبعا حشيناه ومخلصينه ورق العنب لان احنا بدانا بيه، حطيناه كده في طبق عشان نرصه مع بعضنا. بدات ان انا ارص رصه كده بالطول، والرصه الثانيه هتكون داير ما يدور، علشان طبعا لما تقلبي حله ورق العنب ما يتهريش منك وينزل بالمظبوط، كاني منزلاه بالحله بتاعته، صبع ما يخرجش بره عن الثاني، تنزل مظبوطه ويكون مظبوط في الطبق معاكي. والشويه الخضار اللي حطيتهم دولت يكونوا مظبوطين كده على وش ورق العنب، بيكون طعمهم جنان. نرص رصه بالطول ونرجع تاني رصه تاني داير ما يدور كده بعكس الاتجاه عشان يطلع معانا جميل. وكده خلصنا المحاشي الجميله القمر ديت. كانت غزلان بتسال، دي الحاجه اللي اتفكرتها، كانت غزلان بتسال، بدلع الحله كده وبحب ان انا افرها شكلها جميل. غزلان كانت بتسال حشيتي ورق، كنت وديت لها مقطع صغنن كده من الفيديو ده، قلت لها بصي، فانبسطت قوي منه، قالت لي امتى حشيت الورق العنب ده وامتى سويته وامتى. يا غزلان يا حبيبتي يا قمر انت، الورق العنب انا بعمله بالليل قبل ما انام واحطه في الثلاجه، والتاني يوم اصبح ان انا اسويه، اكون بسوي اللحمه والفراخ وبعد كده اخد شربتها وازود بيه المحاشي. طبعا جيت تاني يوم بقى كده حطيت المحاشي في الثلاجه زي انا ما قلت لكم. جيت تاني يوم معانا حوالي 2 كيلو لحمه، بسم الله ما شاء الله، مغسولين كويس، مصفي ميتهم كويس. وبدات ان انا غليت ميه كتير، مش هحط اي حاجه دلوقتي الا لما اشيل ريم اللحمه الاول اللي هي الرغاوي البيضاء اللي بتطلع. وبدات كده احط اللحمه في الميه المغليه، حله كبيره بقى عندنا كده، وبدات ان انا احطها. تسويه اللحمه يا حبايبي وشويه ملحوظات عايزه اقول لكم عليها ناخد بالنا منها. وبدانا نقش الريم ده، الريم الابيض ده لازم يتقش عشان شربتك تكون صافيه وجميله، وتكوني ست شاطره في مطبخك، الشوربه بتاعتك ما تروحيش تغلي اللحمه وتكب ميتها، انا ما بحبش الحركه دي خالص. لا، نجاح اللحمه هنقش الريم اول باول، وبعد كده هنحط التوابل بتاعتها. مش هنحط توابل خالص ولا اي حاجه دلوقتي، هنسيبها كده هتغلي الحله، هنقلها على عين صغيره، وهنحط طماطمتين وهتقلي اللحمه كتير. وقبل ما تتسوى نص سوا، ساعه ما تجاوب بتبقى مقربه على السوا، هنحط البصلايه ونحط الطماطم وننقلها على العين الصغيره. قبل ساعه ما تغلي على طول في اول سوا ننقلها على العين الصغيره على النار العاديه، علشان اللحمه بتاعتك ما تغيبش في السوا معاكي. نجاحها ان انت مش كل شويه تزودي ميه وتبقى بشربتها زي ما هي، تحطها على العين الصغيره هتستوي، مش هتاخد ساعه ونص منك وهتستوي. جبت المحاشي كده زي ما قدامكم، وبدات ان انا احط الشوربه عليها وادخلها الفرن. جبت المحشي ورق العنب، حطيت له معلقه دبس رمان، وحطيت ليمونتين 3 ليمونات عصرتهم وحطيتهم عليهم، وجبت بقى وولعت عليهم البوتاجاز يستوي. وجيت بقى للممبار، جيت كده انا اللحمه حطيت لها معلقه صلصه وشويه فلفل وشويه زيت، ودهنت اللحمه هحمرها في الفرن في الشوايه بتاعت الفرن، بتكون احلى من الزيت. وجيت كده على الممبار، حطيت ميه الممبار في نفس الحله بتاعت اللحمه، صفيت الشوربه وخدت الحله حطيت فيها ميه على طول بدون ما اغسلها، والبصل بتاع اللحمه والطماطم، وبدات ان انا غليت الميه وبدات ان انا احط الممبار تبعها عشان يستوي فيها. تمام كده، طريقه سهله وطريقه بسيطه، بسم الله ما شاء الله زي ما قدامكم كده.
بجد الفيديو كان رائع وجميل جدا وتحفه بجد، والفيديو كان اكثر من رائع ما شاء الله. بدات ان انا احط الممبار كده زي ما قدامكم، وعملت لسان عصفور بشوربه اللحمه. تمام. الممبار استوى ما شاء الله، وبدات ان انا احمره في الطاسه زي ما قدامكم كده. جبت الطاسه سخنت الزيت، وبدات لازم اطلعه لون اصفر ذهبي. ناخد بالنا من الحاجات دي، بتفرق كتير معانا. وبدانا نطلع الممبار كده ونحطه في طبق. طبعا انا في حاجات ان انا قدامكم كده عملتها عشان الوقت بتاع الفيديو، عشان ما اطولش عن كده بيه عليكم. واللحمه اتحمرت وكل المحاشي استوت، وبسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين منظر الاكل جميل جدا وروعه، والعين بتاكل قبل البق فعلا. بسم الله ما شاء الله. والاكل كان طعمه ما شاء الله، ما اقولكوش بقى على طعمه وعلى ريحته. ما شاء الله. يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي يا حبايبي، يا رب يكون الفيديوهات بتعجبكم ان شاء الله. الفراخ المحشيه دي لها فيديو لوحده ان شاء الله، ان شاء الله هحطه لكم، ان شاء الله هكون نزلته ان شاء الله. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.